النهارده هنتكلم عن ماتش الاهلي والقطن الكاميروني اللي انتهى بنتيجه 4-0. نتيجه ثقيله جدا على القطن في ارضه في الكاميرون. كمان غير كده بنشهد تألق كهربا اللي كان فولته عالي قوي الماتش ده، اللي بيسجل هاتريك ولا اجمل من كده. يعني جون بعد كده ب5 دقايق، جون بعدين في الشوط التاني جون. لا واو، ده تقريبا كان تأثير الخبط. يا ريت كل ماتش يتخبط، يعني بعد الشر اكيد مش مستنى لاي لاعب الاصابه، يعني مجازيا اتخبط عشان يجيب 3 اهداف رائعين جدا. وبيرسيتاو بيستمر ان هو يخلينا في حالة اندهاش، بيسجل هدف. يعني الحمد لله، دايما نقول الحمد لله لو لعيب مستواه غريب سجل. ويتمنى تبقى بشرى سارة لنادي الزمالك ان الجزيري يسجل هدف، وهم توأم تقريبا في اللعب. كمان بنشوف الكرة الوحيدة للقطن الكاميروني، الكرة اللي شاطها اللاعب بكل قوته وبتخبط في القائم اللي بيبقى حامل الشباك من بره. دي الكرة دي خرجت. كمان شاهدنا ان علي لطفي بينزل مكان محمد الشناوي في الشوط الثاني. كمان انا مش قصدي حاجه ان الشناوي وحش، لكن هو بجد علي لطفي يستحق ان هو يشارك، لان علي لطفي لعيب صغير ولازم برضو يشارك. وغير كده محمد الشناوي اخر المباريات كان في بعض من الاخطاء بتحصل بسبب الشمس، يعني اهداف صن داونز كان كثيرا منها جدا كان بسبب اخطائه هو. فاتمنى ان الشناوي يرجع لمستواه، واتمنى كمان علي لطفي يشارك، لان علي لطفي لعيب صغير يستحق المشاركه. كمان بتشوف شريف الكرة اللي بيبصيها لحسين الشحات، وحسين الشحات بيطلعها بطريقة أكتر من غريبة. بس يعني هو الماتش كان برعاية الأهلي بيرجع، الأهلي هو البطل الحقيقي. فأتمنى إن الأهلي يستمر بالمستوى ده لغاية ماتش الهلال ويفوز ويتأهل. إن احنا نتمنى أي نادي مصري يتأهل. وكمان ده كان يعني المباراة دي كانت بترجع ثقة النادي الأهلي لنفسه، وثقة الجماهير لنفسها بترجع تقول أنا الأهلي خاف مني يا هلال. لأن الماتش بعد الماتش ده كده الهلال لازم يخاف من الأهلي ويعمل له 100,000 حساب، لأن الأهلي كسب بره أرضه 4-0. تخيل لو لعب جوه أرضه هيعمل فيهم إيه. يا رب التوفيق النادي الاهلي قدام نادي الهلال، ومارسيل كولر كده يبقى زي ما هو. كمان شفنا النهارده بيعمل حاجه حلوه جدا عجبتني، ان هو بيلعب ب2 في الوسط بس، اللي هما كانوا مروان عطيه والسوليه. مروان عطيه اللي بيزيد كانه كان بيلعب واحد بس في الوسط، ثلاثه في خط الهجوم وواحد راس حربه. ودي خطه كانت هجوميه جدا جدا جدا، وكان غريب جدا ان هو يلعب بيها في ماتش بره ارضه، لكن لعب بيها والطريقه نجحت جدا وجاب 4 اهداف حلوين جدا. اتمنى الاستمرار في المستوى ده النادي الاهلي. والنهارده هنشوف برضو ماتش من نادي الزمالك مع شباب بلوزداد في ارض الجزائر. اتمنى التوفيق لهم، اتمنى اي نادي مصري بيواجه اي انديه من اي دوله يكسب ويتاهل لاعلى المراكز. بس كده، لكم فيديو جاي.